انتخبت مين؟ انا امتنع. ليه كده؟ مش عاجبني انا الكلام التافه ده. يا عم ليه تفهم؟ عندك اتنين، عندك حبيبك مرسي واخوك شفيق. لا يا عم، لا ده ولا ده. يعني انا شايف انهم كويسين، ايه كويسين في ايه بقى؟ ناس محترمة يعني. عندك شفيق راجل محترم بس، وعندك مرسي راجل محترم. انا عايز افهم حاجة واحدة لحد دلوقتي انا مش فاهم. ازاي يبقى في ثلاثة الكلام كله كان عليهم ويثبت تفوجئ باتنين تانيين خالص هما اللي كسبانين؟ يعني ايه تحصل ازاي دي بقى؟ يبقى انت اكيد في مصر. لا والله، ازاي بتحصل؟ ازاي بتحصل حاجة زي دي؟ كل انا عمري حاجة ما في شفتها مصر في اي دولة في ممكنة، العالم يعني. كل حاجة في مصر ممكنة. فعلا ما شفتهاش ولا هشوفها. لما اتنين عملوا مناظرة في الآخر، حمدين اللي استفاد منها، وفي الآخر شفيق ومرسي هما اللي كسبوا. سبحان الله، حاجة يعني لا تصدق. طب أنا عايز أعرف حاجة، هل في أي حد في الشعب المصري كله مصدق إن شفيق ده كسب من غير تزوير؟ لا طبعا أكيد زور، أكيد زور لما كاكو. هل في حد مصدق إن الراجل اللي اسمه مرسي ده كسب من غير رشاوي؟ مرسي كان بيوزع لحمة، اه ما أنا سمعت. فراخ، وأنابيب بوتاجاز، ورز وسكر، وأهم حاجة مكتوب كلهم عليهم الحرية والعدالة. يعني إيه مش فاهم؟ مكتوب على الحاجات دي الحرية يعني إيه؟ ما بيطلعوها لله. وده إن دل على شيء، دل على إن نسبة الجهلة عندنا يعني أعلى بكتير من نسبة الناس الطبيعيين. أنا ما بتكلمش على الجهل على التعليم، أنا بتكلم على الجهل في الدماغ. يعني مفيش حد عنده مخ خلاص للدرجة دي. تاخد واحد بيوزع لحمة. طب أنت قول لي أنت كده دلوقتي في فكرتك أنت مثلا، تفتكر إن اللي كسب بتوزيع اللحمة وأنابيب البوتاجاز ده هيخلي بلدك دي في يوم من الأيام متطورة، ويديلك فرصة إن أنت تتعلم وتبقى إنسان يعني عقلك نضيف، دماغك نضيفة؟ ما أنت لو دماغك نضيفة مش هتنتخبه. ما أنت أيوه، ما فلازم أنت بقى انتخبته يخليك وأنابيب أنت البوتاجاز، ما هو إنسان. لازم يجوعك. لازم يجوعك بعد كده عشان يضمن إن أنت هتديله صوتك بعد بس كده. هو عارف ان انت بتيجي باللحمه والانابيب وشويه فراخ وشويه خضار ايه يا جدعان الكلام التافه ده؟ ايه ده؟ مفيش دوله في العالم بيحصل فيها ده أحلى الكلام حاجة، ده. يقول لك أنا الحاجات دي بنطلعها لله. طب أنتوا بتطلعوها لله، مش بيطلعوا لله زمان ليه؟ فلنفترض إنهم كانوا بيطلعوا، وإحنا يا سيدي مش عارفين إنهم بيطلعوا بيعملوها في الدرع. طب أنتوا بتطلعوا حاجة لله، حطوا عليها اللوجو بتاع الحزب. لما كانوا مش بيطلعوا فاهم الحاجه أنا. في الدره، لو كانوا بيطلعوا في حاجه في الدره كانوا استمروا في ان هو تطلع في الدره. لو طالما هم طلعوها علنيه كده وبيقول لك حزب العداله والنور أيوه، ما أنا بقول لك. على الأكياس اللي بيوزعوها، يبقى كده ما يبقى بقى. دي هو ده الأسلوب اللي هم ماشيين عليه طول عمرهم. هم ما عندهمش حاجة اسمها إن أنت الحسنة، يعني الخير اللي أنت بتعمله ما تتكلمش عنه، دي حاجة مش موجودة عندهم أصلا. أصلا مش موجودة عندهم. فهي لو أنت طالما هي مش موجودة عندك أساسا، يبقى أنت من زمان ما شفناش الحاجات دي ليه؟ ما كنتش تمام. تطلع توزع لحمة ليه؟ طيب تطلع يبقى. تتكلم لك كلمتين في مجلس الشعب، يا عم ماشي وما قلناش حاجة، يا راجل مية مية. كنت تطلع تقول كلام كويس، وكنت راجل تمام معارض للحكومة، وراجل مش مرتشي، راجل محترم يا عم على عيني وعلى راسي. تمام. بتوزعش لحمة من زمان ليه؟ مش فاهم. أنا بقول لك فلنفترض إن هو كان بيوزع من زمان بس في الدرع، تخليها علني ليه دلوقتي؟ ده لو هم كانوا بيعملوا الكلام ده زمان. يا عم انسى يا عم، زمان مين يا عم؟ يبقى نسميه ايه؟ نحط اللي بيعمله ده ايه؟ رشوة بيرشي الناس. حاجة زي كده. طيب يبقى زي انت اي واحد عايز تمنع الرشوة في بلدك وبترشي الغلابة،
عشان يدوا لك صوتهم في الانتخابات لا الرئاسية. لا لا، هو مش شرط ان انت، هو يقول لك انها مش رشوه، لان هو مش شرط ان هو يديها لك ان انت تمضي. هو اداها له ووزع عليهم لحمه، فقالوا عليه ده راجل طيب، وكلم له كلمتين كويسين على كلمتين في الدين في النص، الناس انتخبته. هو ده الكلام، وده غلط الشعب مش غلطه هو. هو اصلا الانتخابات دي من غلط الشعب من اصلا.